محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية بالأرقام وبالإنجازات، دي حقيقة لا يمكن الاختلاف عليها من جانب أي مشجع مصري. لكن نقطة الجدل ما زالت موجودة في المواقف الغريبة اللي بينتهجها اللاعب في القضايا المثيرة للجدل سياسيا ودينيا وخلافه. صلاح بسبب مواقفه الغريبة خلى المقارنة الشهيرة بينه وبين أبو تريكة عن مين أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية يتعاد حسابها تاني من منظور بعيد عن أداء كل واحد فيهم. كفة العاطفة بقت بترجح تريكا لمواقفه في دعم القضية الفلسطينية وخلافه من الأمور الشائكة اللي كانت بتخص الدين والعرف والعروبة اللي بتحتاج موقف حاسم من أي شخصية مؤثرة. هجوم كبير جدا على محمد صلاح في الأيام الأخيرة بسبب التزامه الصمت وعدم التعليق على الأحداث اللي بتدور في غزة وفلسطين في الوقت الحالي، والجماهير بتطالبه بتغريدة أو ستوري يدعم فيها الأشقاء العرب زي كتير من لاعبي كرة القدم المسلمين منهم رياض محرز والنني. لكن قبل أي حاجة تتعلق بمواقف صلاح السابقة تجاه القضية المشابهة اللي بتحصل في الوقت الحالي، صلاح أسطورة مصرية قدر إنه يحطم أرقام قياسية كبيرة في مسيرته الاحترافية، وبيثبت نفسه كأحد أساطير الدوري الإنجليزي وكرة القدم العالمية. كمان بقميص منتخب مصر نجح في انه يقودنا لكاس العالم بعد غياب 30 سنة. البداية في الخلاف بين صلاح والجمهور بترجع لتصريح قديم في 2019 لما انتقد اللاعب الجماهير المصرية بشكل واضح وقلل من أهمية آرائهم بتعليقاتهم على السوشيال ميديا، واللي خلاهم يحسوا ان صلاح اللي بينادوله بفخر العرب بيستنكر وجودهم أو انه حتى ما بيسمعش رأيهم. الأمور هديت بعدها بكام شهر، نسي الشعب المصري التصريح اللي قلل منهم وقالوا ندعم محمد صلاح في مشواره للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد ما كان اتصاب على إيد راموس قبلها بسنة واحدة. وفعلا نجح صلاح إنه يقود ليفربول للتتويج بذات الأذنين ويحقق إنجاز تاريخي مفيش لاعب مصري يقدر يحققه أو قدر يحققه، عشان يجهز نفسه للمشاركة في كاس أفريقيا اللي هتتلعب بعدها بأسبوع في مصر. لكن صلاح ما كانش يعرف إن مواقفه الغير حاسمة هتورطه في مشكلة كبيرة مع الجمهور المصري بعد ما تفاجئ الجميع بفضيحة عمرو وردة اللي تم استبعاده من المنتخب بسببها، ويقوم محمد صلاح يستغل اسمه ومكانته المرموقة عند اتحاد الكورة ويحل المشكلة فورا لأسباب قال البعض إن أبرزها إن وردة صديق مقرب ليه وخايف على سمعته ومسيرته، وده كله جه على حساب الأخلاق. الأمر ده ضايق الجمهور المصري جدا. تهدى الأمور من جديد، لكن الجمهور المصري بقى عنده بعض التحفظ من محمد صلاح وتصرفاته عشان الانتقادات تزيد تاني على صلاح مع بداية كل سنة، وإنه بيحتفل بالكريسماس مع أسرته وبيتعمد ينزل صور من الاحتفالات دي رغم إنه أمر مخالف لتقاليد دينه وبيحصل بس في إنجلترا. كمان بيسبب غضب كبير للجمهور، إلا إن صلاح تقريبا مش شايف غير نفسه وما بيبصش للانتقادات زي ما قال قبل كده. تقارن ده من نجوم تاني في الاحتراف زي محمد النني اللي عمره ما عمل كده، أو حتى محمد أبو تريكة الأسطورة المصرية اللي دايما بيتحط في مقارنة مع محمد صلاح بيكون كسبان فيها من ناحية القضايا الدينية أو السياسية، أو حتى محمد صلاح نفسه اللي كان بيدخل ملعب المباراة بالمصحف في إيده لما كان بيلعب في صفوف روما. ولما نيجي نربط المواقف دي بالوضع الحالي الخاص بغزة وفلسطين، الجمهور مش هينسى تأخر محمد صلاح الكبير في نشر تغريدة لدعم غزة في 2021، وده لما تجاهل الضغوطات لفترة كبيرة لحد ما خرج عن صمته مرة واحدة وحط صورته مع المسجد الأقصى وطالب بالوقوف عما يحدث مع الشعب الفلسطيني. فساعتها الجمهور خرج وانتقدوا لعدم توضيح الموقف بدري، خصوصا انه له شعبية كبيرة وتأثير هيكون ضخم بسبب انه اهم لاعب في انجلترا ومن افضل لاعبي العالم. في الوقت ده كان محمد النني دخل في مشكلة كبيرة مع أرسنال لدعمه فلسطين بصورة علنية، وكان هيتم فسخ عقده زي ما حصل مع أوزيل لتمسكه بالمبادئ وبالعروبة. وكذلك محمد أبو تريكة اللي ظهر في الاستوديوهات التحليلية وبيدعم فلسطين علنا وبيدين اللي بيحصل تجاههم. الموقف الأخير لمحمد صلاح بنعي الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا بعد وفاتها، ونسي فيها أنها كانت سبب العدوان الثلاثي والاحتلال الإنجليزي لمصر، ولقى انتقادات كبيرة جدا من المصريين والعرب اللي من ساعتها ما بقوش يستنوا حاجة من صلاح تخص الدين أو المبادئ. والمقارنة اللي كنا بنتكلم عليها في الأول مع محمد أبو تريكة ونجوم جيله من العرب المسلمين بقى يكسب فيها صلاح في الكورة بس. في النهاية قول لنا رأيك، هل محمد صلاح
ملزم بدعم القضية الفلسطينية وإظهار موقفه علنا، ولا هو مجرد لاعب كرة يبدع ويتألق ويمثل العرب في الملاعب بس؟ وبالمناسبة إحنا لا مع ولا ضد، إحنا بنشرح وبس.